السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فاترينا فيو. أنا عبد الرحمن ناجي. الفيديو اللي قبل كده احنا اتكلمنا عن ازاي تعمل لنفسك متجر. الفيديو ما ياخدش أكتر من 5 دقايق إن شاء الله. فلو أنت داخل معانا من الفيديو ده، أنصحك الأول إن أنت ترجع تشوف الفيديو الأولاني، بحيث إن أنت تعمل لنفسك متجر وتكمل معانا إن شاء الله في النهاردة ازاي نحط الثيم وازاي نحط كولرنج للفيديوهات بتاعتنا. ده المتجر اللي احنا كنا عملناه في الفيديو اللي فات. فهندخل دلوقتي علشان نغير في الثيم بتاعه. ده اهو شكل المتجر. احنا ده الثيم او الشكل العام للمتجر قبل ما نعمل فيه اي حاجه. ده الوضع التلقائي. احنا دلوقتي عايزين نخلي المتجر ده مختلف شويه. فهنعمل ايه؟ هندخل على التعديل، هنبص كده هنلاقي في هنا حاجه ظهرت قدامنا اسمها اعدادات السمات. السمات دي ما كانتش ظاهره قبل كده. ده المتجر اللي احنا اضفناه في الفيديو اللي فات. طيب، السمات بتعرض قدامك حاجتين. اولا السمات تختارها زي ما انت شايف كده. احنا عندنا كذا حاجه يعني بري ميد او يعني حاجات مجهزه، يعني احنا عاملينها. وتقدر طبعا هنتكلم دلوقتي ان انت تختار اعدادات مختلفه، تختار اللي يناسبك في الديفولت. وفي بقى تقدر تشوف الالوان وتشوف الاسم وتجرب وكده. ده الثيم او عائله الالوان اللي موجوده، ده اللون الاساسي اللي فيها. فمثلا انا هختار اللون ده مثلا. يعني في هنا بقى ظبط الشكل العام للويب سايت. احنا عندنا اكتر من شكل. يعني المتجر بتاعك يعني مثلا ده اهو. ممكن بص، لو انا اخترت شكل مختلف هتلاقي ان الشكل العام هيبقى بالمنظر ده. اخترت ده مثلا، بص بقى شكل مختلف خالص. ده شكل تاني. تقدر طبعا، يعني انت فهمت الفكرة. ده الشكل العام للمتجر بتاعك. تختار الشكل اللي انت حاسس ان هو بيعبر عنك اكتر. فانا مثلا ممكن اختار الشكل ده. وده الشكل في الموبايل. في عندنا شكلين، يعني مش هقدر اعرضه لك دلوقتي، بس انت ممكن تجرب. يعني انا هسيب الديفولت. تمام. وبعد كده ممكن تعمل حاجه اسمها بريفيو ده هيطبق الحاجات اللي انت اخترتها، بس لسه المتجر زي ما هو ما فيهوش اي اختلاف. يعني دي عائله الالوان وده الشكل اللي انا عايزه للمتجر. هتلاقيه اتطبق بس من غير ما يطبقه فعليا. عشان يطبقه فعليا انت لازم تعمل حفظ للاعدادات دي او تعمل الوضع الافتراضي. يعني انا مثلا لو عملت حفظ، خلاص كده الحاجات دي اتطبقت. يعني انا لو جيت عملت هنا ريفرش، بص المتجر شكله اختلف للوضع الجديد اللي احنا اخترناه. تمام. لو ما ناسبكش عادي خالص هترجع تاني. هنعمل اهو تعديل، ندخل على اعدادات السمات، ومنها تقدر تختار مثلا لون تاني او شكل تاني. انا مثلا هختار اللون ده وهعمل تاني بريفيو اهوت. ده الشكل. فممكن اختاره. هعمل حفظ للاعدادات. طيب، لو افترضنا ان مفيش حاجه من الالوان ديت إن هي مناسبه بالنسبه لك وانت ما انتش حاببها، طيب هل خلاص كده؟ لا، في اوبشن تاني هقول لك عليه. هندخل تاني على اعدادات السمات، وفي حاجه اسمها تعديل في الوان السمات. انت بقى بتختار تعديل خاص. يعني ده كده ده السيم اللي انت اخترته اهو. وانت مثلا عايز مثلا اغير اللون ده، اخليه يعني مثلا اخضر مثلا. يعني طبعا اللون مش هيبقى ظريف، بس يعني مثلا كده. وممكن مثلا اللون ده خليه مثلا اصفر كده يعني. واعمل تطبيق واعمل بقى حفظ. مثلا انا غيرت في الالوان دي. تعالى كده نشوف الالوان اللي انا اخترتها دي. ده البريفيو. لا، نقفله. يعني هي اختلفت بس مش قوي. يعني حاسس ان هي قريبة منها، ولا هي كانت كده اصلا؟ مش واخد بالي. احنا خليناه اصفر صح؟ تعالى كده نغير تاني. احنا اصلا ما عملناش حفظ. طيب ماشي، خلينا مثلا نخلي اللون ده تطبيق. وده
ماشي، ده البريفيو برضو نقفله. هنيجي هنا نقول له خلينا نرجع هنا نفتحه من هنا عشان نشوف التطبيق. ايوه تمام، ظهر قدامنا اهوت بالالوان اللي احنا اخترناها. فدي الفكره العامه، ان انت تقدر تختار الالوان اللي تناسبك، تختار الشكل العام للمتجر، وبعد كده تختار الالوان اللي تناسبك. لو الالوان دي مش قريبه من الالوان اللي انت بتستخدمها للمتجر بتاعك يعني او للبراند بتاعك، فانت تقدر تغير في الالوان دي بالشكل اللي يناسبك. تمام، وده كان الفيديو بتاع النهارده. ان شاء الله الفيديو القادم احنا هنتكلم عن اعدادات السوشيال ميديا، ازاي نربط المتجر بتاعنا بعد ما احنا عملناه بالصفحات التواصل الاجتماعي بتاعنا، علشان يبقى في تناغم ما بين الاثنين ويزود لنا في الاخر اجمالي المبيعات ونسبة التحويل. تمام، شكرا.